السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. النهاردة إن شاء الله هنتعلم شوية خصائص في الأندرويد ستوديو. هنبدأ بالاكس ام ال. ليه في كل حاجة بنيجي نعملها لازم نكتب في البداية اندرويد ونعمل نقطتين اسم الحاجة اللي احنا عايزينها، اي دي مثلا، ويتس، هاي، أي حاجة بنعملها. ليه بنكتب كلمة اندرويد؟ لأننا هنا معرفين حاجة، معرفين الاندرويد ومدينه حاجة اسمها يو ار ال أو سكيما. فلازم اكتب الكلمه اللي انا معرفها هنا. انا معرف البرنامج هو معرفه اندرويد، فببدا ان انا استخدم كلمه اندرويد في البرنامج. معرف حاجه تولز، ببدا استخدم في البرنامج كله تولز. يعني هنا مثلا لو انا غيرتها، مثلا خليتها اندرويد مثلا 2، هلاقي كله هنا اداني ايرور. هبدا اغير كله واخليه اندرويد 2. لازم اخليه زي التعريف اللي انا عامله فوق. فدي اول حاجه، احنا ليه بنستخدم كلمه اندرويد. مثلا لما بنيجي نعمل بوتون، مثلا قلنا بنفتح التاج كده ونعمل مثلا بوتون، بنديله الويتس بتاعه ماتش بيرنت وراب كونتنت. نخلي مثلا نديله اي دي. ليه اول ما بندي اي دي او بنديله اي خاصيه من الخصائص اللي انا ممكن اعملها في قلب البوتون ده، بكتب مثلا اندرويد الاول كده ونقطتين، بعد كده مثلا بكتب اي دي كده واسميه مثلا بي تي ان. ادي الاي دي مثلا بي تي ان. بعمل مثلا تكست سايز. ليه برضو بكتب اندرويد في البداية نقطتين، وبعد كده اكتب التكست سايز اديله مثلا 24 اس بي. عرفنا ليه بنكتب كلمة اندرويد في الاول، وامتى نقدر ونغيرها في البرنامج كله. حاجة تانية برضو، لما مثلا بنيجي نعمل تكست فيو، برضو ماتش بيرنت وراب كونتنت، نيجي برضو نكتب مثلا تكست فيه، نكتب تكست برضو ماشيين برضو بنفس الكلمه اللي قلت عليها اندرويد. بنكتب اندرويد هنا. شوف اول ما بدوس على حاجه بتعمل في البرنامج كله بيتظلل. نفس الاسم اللي مكتوب اندرويد ده بيتظلل في البرنامج كله، لان هو بيتعامل مع دي اللي هي الروت اليمنت بتاعها، بيبدا يتعامل معاها. اديله مثلا التكست ايه، اهلا بكم في درس جديد مثلا. هنا بصوا التكست فيو طلع على البوتون. ابدا اعالج الحاجه دي ازاي؟ في حاجه هنا عندنا اسمها فير ريلاتيف. عندنا هنا دي في نوعين ممكن نستخدمهم، لينير وريلاتيف. الريلاتيف ده عشان نخلي نظبط الشكل عندنا ده، نخليه يجي تحتيه في حاجه عندنا اسمها بيلو. نعمل بيلو وبتاخد الاي دي اللي هو، يعني انا مثلا عايز اخليها تحت الزرار، بديها الاي دي بتاع الزرار ده، بقول لها انزلي تحت الاي دي اللي هو بي تي ان. نزلت هنا تحت الاي دي ده. ببدأ مثلا اعمل فيها خاصية تانية، مثلا اغير حجم النص اللي فيها. برضو عندنا خاصية تانية برضو ممكن نخليه الكلام ده يبقى في النص. نعمل حاجة اسمها جرافيتي، نخليها سنتر. برضو عندنا خواص تانية ممكن نخليها مارجن توب. مارجن ده بتاخد مساحة بينها وبين الحاجات التانية. بصوا مثلا عملتها 50، بدأت تاخد مساحة. وحاجات تانية كتير طبعا. كل درس ان شاء الله هنبدأ نتعلم حاجات اكتر. عايزين مثلا نروح على ارض الجافا او كود الجافا بتاعنا، نبدأ نتحكم مثلا في الزرار اللي احنا عملناه ده. اروح هنا على الزرار. في البداية بعرف ان انا عندي زرار، بقول بوتون، بسمي الزرار بتاعنا بي تي ان مثلا. اروح قايل له بي تي ان ده هتعمل له حاجة اسمها find view by id. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، بديله العنوان بتاع كود الاكس ام ال بتاعنا. بقول له عندك هتروح الريسورس دوت اي دي، هتلاقي عندك اي دي دوت بي تي ان اللي احنا مسمينه هناك. بعد كده نقفل بالسيمي كولون بتاعتنا. قلنا هيديني ايرور. هنعمل حاجه اسمها كاست. ازاي كود جافا يشوف ملف اكس ام ال؟ فبنبدا هنا نفتح قوسين ونكتب جواه بوتون كده. مش هيبقى في عندنا ايرور ان شاء الله. عايزين بقى نعمل حاجه جديده. هنقول له الزرار ده لما اليوزر يدوس عليه يعمل اكشن معين. في عندنا ميثود اسمها، بقول له الاول اسم الزرار اللي انا مسميه هنا دوت set اون كليك listener. يعني اول ما اليوزر يدوس على الزرار. طبعا عندنا حاجات كتير جدا جدا جدا، خصائص كتير ممكن نستخدمها. النهارده ان شاء الله نستخدم حاجه اسمها اون كليك listener. اون كليك listener دي بتاخد حاجه اسمها اون كليك listener، هو طالبها مني اهو. فبقول له نيو اون كليك listener. اول ما اليوزر يعمل معاك انتر اكشن او يدوس على الزرار، هتعمل حاجه. في البدايه هنا بره هندي الزرار مثلا تكست، نقول له بي تي ان دوت سيت تكست
يعني هنكتب على الزرار ده تكست، والزرار هنا احنا مش كاتبين عليه اي حاجه، هنا الزرار فاضي اهو مش مكتوب فيه اي حاجه. اقدر اتحكم في من كود الجافا ان انا اتحكم في الاكس ام ال، اكتب في قلبي حاجه مثلا. نكتب ايه على الزرار؟ نكتب مثلا كليك هير، كليك هير. هنا في قلب الاون كليك ليسنر هنقول له الاكشن اللي يعمله، مثلا يعمل سيت، يعمل للبي تي ان دوت سيت تكست. هنخليه يغير التكست اللي احنا عاملينه فوق كليك هير. هنقول له مثلا now you clicked here. مثلا ايه بقى الايرور اللي هو طالع لنا ده؟ الايرور ده بيقول لي ان ما ينفعش، لازم اعمل الميثود بتاعتنا دي حاجه اسمها فاينل. الثريد دي لازم نعملها حاجه اسمها فاينل، ان انا اقدر اعدل عليها مستقبلا. ازاي اعملها فاينل؟ اجي هنا عند البي تي ان دي اعمل فاينل، هيبدا الايرور بتاعنا يروح فاينل هنا في التعريف بتاعنا. فاينل اهي، الايرور بتاعنا هنا هيبدا يروح، مش هيبقى عندنا اي مشكله. تعالوا نعمل رن ونشوف هيطلع لنا ان شاء الله. بعد ما عملنا رن، الزرار بتاعنا هو اتكتب عليه التكست اللي انا قلت له سيت تكست، هنا كليك هير، فعلا كتب النص. ولما عملت له الميثود بتاعت سيت اون كليك ليسنر، اول ما حد يدوس عليه تغير التكست اللي مكتوب ده ناو يو كليكد هير. اول ما ادوس هنا فعلا النص اتغير ناو يو كليكد هير. فمن هنا اتعلمنا ان في خصائص نقدر نتحكم فيها من الجافا، وفي حاجات عندنا في الاكس ام ال. يا ريت نجرب الحاجات دي كلها، وان شاء الله نلاقي الموضوع سهل جدا، وكل حاجه فيها خصائص كتير جدا ملهاش اخر ممكن نستخدمها. يا رب نجربها، وان شاء الله محدش يطلع عنده اخطاء، ولو حد طلع عنده اخطاء يكتبها تحت الفيديو وان شاء الله نتعلمها سوا. واللي عنده فكره اي مشروع نعمله يا ريت برضه يكتبه تحت الفيديو، وهنناقشه مع بعض ونعمله مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.